كنت عايزة أتكلم شوية عن اللي حصل الترند بتاع البنوتة اللي ضربوها كذا بنت في المدرسة الانترناشونال. أنا ليا رأي يعني يمكن متغير شوية عن الناس اللي بتتكلم. المدرسة لازم يكون ليها رولز معروفة ومفهومة. المدرسة لازم تكون مفهمة الولاد جدا إن هي ليها رولز، وأولياء الأمور كمان فاهمين. مش فاهمين ان هو علشان انا هديهم مدرسه او مدرسه ناشونال او مدرسه وات ايفر هي ايه بفلوس كان قد كذا، او انا بنت كذا او انا ابن كذا، ان انا ليا الحق ان انا اعيب او اضرب او اشتم او اتنمر على اي حد، او ان انا مثلا من اسلوب التربيه الحديثه ان انا مربيش ولادي على الصح والغلط والحلال والحرام واللي ينفع واللي ما ينفعش، ومجتمعاتنا عاملين ازاي، والمجتمعات الغربيه غير المجتمعات الشرقيه. المجتمع اللي انت قاعد فيه لازم تكون انت بالرولز بتاعتها. مش عشان المدرسه انترناشونال فانا ليا الحق ان انا ما اتكلمش عربي، ليا الحق ان أنا اتعالى على الناس، ليا الحق ان انا ما اعاقبش وما اديش ثواب وعقاب، ليا الحق ان انا حتى علم بلدي ما اقفش ان انا احييه. البيت والمدرسة وكل حاجة لازم أرجع لعادات زمان، لازم أرجع لتقاليد زمان. حضرتك لو سمحت، في كبير وفي صغير، في احترام، مفيش حاجة اسمها تنمر، مفيش حاجة اسمها إن أنا علشان مختلف إن أنا أكون حاسس إن أنا أحسن أو أوحش من حد. الاختلاف مش معناه أبدا إن أنا وحش أو حلو. الاختلاف يعني أنا موجود في بيئة معينة، أو إن أنا عندي مشكلة، أو إن أنا عندي مثلا ابيض او اسمر، قمحي، شعري طويل، حد شعره قصير، ده اسمه الاختلاف. ولازم نعرف ولازم نفهم ولادنا كمان يعني ايه اختلاف، ويعني ايه احترام الاختلاف واحترام الكبير. بالنسبه لاولياء الامور لازم نفهم ان احنا اولادنا بيغلطوا عادي، ولازم نفهم كمان كاولياء امور كلنا ان احنا لازم نفهم ولادنا ايه الصح وايه الغلط وايه الحلال وايه الحرام، وايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش في مجتمعنا. اه، انا ممكن اكون مربي ولادي كويس جدا بس الولاد التانيين مش متربيين فتاثيرهم يكون اعلى، او ان انا عايزه اعمل بيج بوس في المدرسه فانا جامد قوي فانا ممكن نعمل كذا وكذا وكذا. ناخد بالنا يا جماعه اولياء الامور، المدرسه كمان والمدرسين، ان كل سن بيكون ليه التعامل معاه. وانا عن نفسي لما رحت كذا مره مع اولادي، او ان انا ككوتش رحت ان انا طلبت من المدارس ان احنا نعمل يا جماعه ندوات تثقيفيه. الندوات اللي هي بتاعت زمان اللي هو اقعد بكراسي، وده اللي هو ولاد المدرسه، ولادنا فين، الكلام ده كله. انا عايزه الولاد كلهم بمختلفاتهم، بتفكيرهم. انا عايزه كمان المدرسين، مش بس الولاد، لان للاسف الفتره دي المدرسين بقوا صعبين شويتين والولاد بقوا اصعب. واولياء الامور ما بين ده وده، ما بين ان ابني ما يغلطش وده غلط فظيع وشنيع. انا بشوف ابني، لا 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 لا، ابني ما يعملش كده ابدا. لا بنتي، لا لا لا، استحاله ابنك هو اللي غلط او بنتك هو اللي غلط. احترموا الاخر، احترموا ان انا ممكن اكون مثلا جايه اقول لك نصيحه، خديها في الاعتبار. مش لازم تبين ان انا النصيحه دي ان انا جايه بقول لك امر او حاجه، لا خدها في الاعتبار. يا جماعة احنا في عادات كتير قوي كنا بنعملها ما بقتش موجودة، في ألفاظ كتير قوي بقت موجودة، في ألفاظ كتير قوي اندثرت. فاحنا المفروض كأولياء أمور في البيت احنا بنتعامل مع بعض ازاي عشان بعد كده ولادنا لما يجوا يطلعوا من البيت يطلعوا ازاي. كلام حلو وكلام سهل على فكرة، بس هي الفكرة في ايه؟ الفكرة في التعود. الفكرة انا ممكن اكون مربي ابني كويس جدا جدا جدا، بس هو علشان يقدر يعيش في المجتمع اللي بقى دلوقتي بقى لازم يسن اسنانه عشان يبقى زي الباقي. وانا مش مطلوب مني ان انا وأربي ولاد التانيين أو ولاد الناس التانية لكن أنا من أولوياتي ككوتش، أنا من أولوياتي كمدرسة، أنا من أولوياتي كمدرسين أولياء الأمور، أنا من أولوياتي كتلفزيون لو محدش اتفرج عليه غير أولياء الأمور بس، أنا كأولوياتي كسوشيال ميديا، إن أنا أرجع صح، إن أنا أتكلم في الصح، إن أنا أقول إيه الصح وإيه الغلط. مش أنا علشان أطلع الحاجة الحقيقية بتاعتي في الأفلام فأنا لازم أطلع الناس كلها بتشتم والناس كلها بلطجية. لا، انا في الافلام وفي المسلسلات وفي الحاجات اللي الولاد كمان دلوقتي بتتفرج عليها لازم ابروز الصح، عشان الصح في الاخر هو اللي هيكمل معايا. طبعا الفيديو طويل شويتين، فاستنوني بقى كمان في لايف بيتكلم على المواضيع دي كلها ونتكلم ونتفاعل مع بعض. استنوني. سلام.